زي ما حضرتك بتقول يعني انا خدت التجربه دي مع المنيا من كام سنه، وبعدين جيت السنه دي كان كلموني في نادي في نجوم المستقبل، فرحت اتفرجت على الفرقه وكلمت مع الناس، حسيت ان الجو مش بتاعنا يعني ما ينفعش وكده. فقلت انا خدت قرار، قلت انا مش هشتغل في دوري الدرجه الثانيه ده يعني في الفتره الحاليه. الحمد لله ان الواحد عم بياخد خطوه وبيمشيها او بيطلعها، ما بيحبش يبص وراه ويرجع تاني يعني. انما طبعا لما نادي القناه بيطلب او نادي الاسماعيلي بيطلب او نادي الجيش كمان بيطلب، الانديه اللي انت فيها يعني بعد ما العزل ليها فضل عليك، انت ما بتقدرش تاخر يعني. مجرد الناس اتصلوا بيا وقعدنا اتكلمنا، يمكن القعده ما خدتش اكتر من نص ساعه، اتكلمنا في كل التفاصيل، حطينا نقط الحروف. كان قرارك ان انت تبقى موجود مع نادي القناه تساعد في ان انت نادي القناه دي يوصل في المكان اللي يستحقها، يخرج من العثره اللي هو فيها. الناس اللي قبلك اشتغلت واشتغلت كويس، انت بتكمل على شغلهم. بتحاول تفهم اللعيبه ان ده مش مكانهم الطبيعي، والحمد لله اللعيبه مستجيبه وفاهمه، والحمد لله خطوه خطوه نادي القناه يرجع لمكانته الطبيعيه. لنادي القناه بامكانياته البشريه، امكانياته الماديه، وامكانياته في البنيه التحتيه، الانديه الكبيره في مصر بالتاريخ، الانديه الكبيره في مصر بحجم اللعيبه وكم اللعيبه اللي لعبت في نادي القناه ومن الانديه الكبيره في مصر. بنتمنى انه يرجع لوضعه الطبيعي، بس ما كانش السنه دي ان شاء الله، بس السنه الجايه باذن الله. انت يعني خدت اكتر من تجربه مع نادي القناه.